السلام عليكم. معاكم في محتوى سنات، والحلقة الأولى كثير تفاعلوا معاها، والتعليقات كتبت إنه روح لبيتك في الصحراء. طبعا هسه راح أروح ومع هذا السكن الأسطوري. هذه طبعا مش كلش سريعة. وقبل ما نبدأ أهم شيء فيها إنه إيش؟ إنه أمشي للتحديثات. دقيقة. وين هنا التحديثات. دقيقة أشوف التحديثات. طبعا يا جماعة اكتشفت وين التحديثات، إنه نجي ندوس على تصليحات السيارة. طبعا عبرت لهنا. طبعا هذا مكان التصليحات، وأجي على هذا المكان. اللون الصراحة كلش حلو. أنا بقيلي لون حلو. طبعا حطيت فيها هذا اللون. راح احط فيها هذا اللون. طبعا كلش حلو. وخلينا نجي للعلم. علم العراق اهم شي فيها. صارت كلش حلوة. طبعا مع هذه الدعامات الورا حطيتها، طبعا خليتها كلش اسطورية. يلا نبدأ هنا. ومثل ما يريدون المتابعين راح اجي ادخل لبيت الصحراء. طبعا اشرت مكان البيت، وخلونا نمشي. طبعا مثل ما قلت لكم البيت يعني ارسب المكان بعيد عليه. اوكي يلا خلونا نمشي نبدأ. يشوفوا طبعا الطريق كلش ريفي. اوكي الصوت. طبعا الطريق كلش ريفي لدرجة، بس اعتقد هاني الشارع المقابل. اذا شفت مكان مفتوح راح اروح اقطع الطريق. فاعتقد ما موجود مكان. طبعا سيارتي في مكان للتصليح، لانه بيتي في مكان للتصليح في بيتي. طبعا يا جماعة من كمان نفس الشيء، من أصل لنص الطريق أدخل. وكمان مو نفس الحلقة الجاية، بس لما وصلت البيت خلصتها. لا، راح كمان أصنع لي بيت في غير مدن. مع السلامة. أرجع لكم في نص الطريق. طبعا يا جماعة ما وصلنا لنص الطريق، بس هذه المكان الغاز اللي قلت لكم عليه في الصحراء ياخذ مني 92، وهسه أخذ مني 106 فلوس. حرام عليه. طبعا شفت واحد فاتح مكان للتصليح سيارتي. طبعا أنا اندقيت مرتين 4 مرات. سيارتي خربت. فواحد كان هو بيته كان مكان تصليح، لأنه كان بيته، فهو كان يقدر ببلاش. فيخلي الناس يصلحوا ببلاش يعني. طبعا كلش بعيد الطريق ولسه ما وصلت. تقريبا الطريق وصلت للسيطرة. تقريبا الطريق يتأخر تقريبا 10 دقائق على ما أصل. دقائق حقيقية، 10 دقائق حقيقي يعني، مو في اللعبة. وطبعا طبعا في تعامل في اللعبة، ويعني عادي يعني مرات يخلي الواحد ببلاش وهذا الشكل. وكمان في أقدر تسجيل صوتي مثل ما تشوفون، بس أنا راح أرفض. ما أريد أحكي في تسجيل صوتي مع أي واحد. وهذا كلش أعتقد رحت بالعكس. دقيقة. لا مو بالعكس. كمان هذا الجسر كثير أريد أطلع منه، بس الطريق ما يمشي من هذا الجسر. مرة عبرت من هذا الطريق وتأخرت تقريبا 11 دقيقة. يعني هذا الطريق دقيقة. إذا رحت غير طريق
من اللي بيأشروا لنا. كمان بيطلع مكان التأشير بس بيكون أبعد. اللي بيطلع في الخريطة المكان اللي أروح له بيكون أقرب مكان، فأخرت 11 دقيقة تقريبا. بس والله العظيم حرام. اوكي رح ارجع لكم كمان في نص الطريق. وهسه كان لازم اروح على مكان الغاز مرة ثانية لانه خلص الغاز. شوفوا السيارة تكسرت، لازم اشوف ضروري واحد يصلح ببلاش. يعني هذه لازم اشوف لي واحد يصلح ببلاش. هسه خلصت، أخذ مني 94. يعني والله هذه المنطقة تشكيلة، مرة 94 مرة 92 مرة 100 مرة 106. يعني إيش؟ أشوف الطريق إيش قد بقاي. أو تقربت. طبعا أني رسبنت في هذا المكان. شوفوا وجيت لا وين أنا؟ لا هنا. والله تقربت، الحمد لله تقربت. هسه راح نبدأ بالعوجاي. هذه الفتولة. طبعا سيارتي اتكسرت مثل ما قلت لكم. هذا الطريق كلش وسيع. طبعا لما اعبر المدينة راح ارجع لكم. طبعا تقربت على البيت، ومكان البيت يعني شبه ماجور بس في محلة صغير. ومثل ما تشوفوا النقطة الحمراء هو بيتي، بس انا ما اخالف القانون واروح على الحشيش، يعني على هذا الشارع. اوكي بهدوء لأنه الشارع كلش صغير. طبعا شفت في طريق شوارع كلش حلوة وتشبه هذه بس أكبر منه، وفي كمان سياج حتى هنا النقع ومنحدرات جميلة. بس آسف لأنه ما قدرت أصور لكم. أوكي خربت على البيت. شوفوا القلعة، شوفوا الله. طبعا أنا مؤشر وصلت. الخريطة راحت ملغت لأني وصلت. تعال عبر للجراج. إيش هذا؟ بيتي. الله بيتي طبعا كلش فخم. صلح. طبعا سيارتي صارت كلش وحشة، وبيسة كمان بيسة. اوكي الحين راح هسه أو هسه السيارة تعال. السيارة مقفولة. يلا روح. طبعا هذا بيتي الفخم. شوفوا حتى لا تقولون انه انا فقير. هذا غنائي لازم تعرفوه. وهذا حديقة الفخمة، مش نفس المدينة العادية. شوف شلون قاعد تسبح. اوكي شوفوا هنا شوف شلون اقدر اعمل سناو جوا الماي حتى تقولون انه هذا قوي وغني، يعني يقدر يجيب اي شيء اللي يريد يقدر يجيب. شوفوا وين السناو. يلا 1 2 3. يلا قوم يلا. طبعا قضينا نص المقطع في المذبح. اوكي هسه نحن نجي نعبر، بس اخاف لا اتيه. البيت كلش عملاق، وطبعا مثل ما شفتوا انه هو 3 طوابق. الطابق الاول، الطابق الثاني، والطابق الثالث، والطابق طبعا في 3 طوابق. وهذا السطح شوفوا من فوق شلون
اوكي طبعا كلش حلو. ونحن وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسون اللايك واشتراك، وإن شاء الله عجبكم محتوى السند، ومع السلامة. تشوز.